أنا من بداية الأمر أنا باحب التعليم جدًا، يعني كان عندي هدف إن أنا أتجدعن في الثانوية العامة وأجيب مجموع أخش طِب أو صيدلة، فمجموعي والتنسيق بتاعي جاب لي صيدلة، الحمد لله اجتهدت وجبت درجات كويسة في خلال دراستي في الجامعة، وبعد ما اتخرجت بابا فاجئني ولقيته عامل لي صيدلة باسمي، والحمد لله مشروعها ناجح جدًا. فأنا ما كنتش بافكّر في الارتباط، يعني مش من البنات اللي شاغلين بالهم بالحب وإن أنا أرتبط بشاب أو إن أنا أعجب بشاب، لأ، كان كل تركيزي كلّه في التعليم إن أنا أكون حاجة، يعني هدفي كلّه كنت مركّزة كلّه في التعليم وإن أنا أكون إنسانة ناجحة وإن أنا أكون صيدلانية وأبقى عندي صيدلة كويسة وأنمّي مشروعي، فما كانش عندي انشغالات يعني بالحب وما مرّيتش حتى في سِن المراهقة، يعني أنا باحب التعليم أكتر. لغاية ما في يوم من الأيام لقيت بابا باعت حاجات مع ابن البواب، كان إحنا طبعًا واخدين شقة تمليك في compound كويس عائلي حلو جدًا، وكان عندنا حارس وكان عندنا بواب، فابن البواب لقيته فوجئت كده لقيته بيضرب الجرس، لقيته بيقول لي: "والدِك باعت الحاجات دي للمدام." قُلت له: "هو مين أنت؟" قال لي: "أنا ابن البواب." قُلت له: "أمّال فين البواب ما جاش ليه؟" قال لي: "والدي تعبان شوية وأنا ماسك الشغل مكانه اليومين دول." بصّيت لقيته واد شاب وسيم جدًا، يعني جميل بمعنى جميل، شكله، هيئته، لبسه، ما حسيتش إن ده ممكن يكون ابن البواب، أنا قُلت أكيد ده موظف في الشركة بتاعة بابا. فباقول له: "أنت ابن البواب؟" قال لي: "آه، أنا ابن البواب، في حاجة يا مدام يا فندم؟" قُلت له: "لأ، بس أنا مستغربة يعني أنا أول مرّة أشوفك، هو أنت تعليمك إيه؟" قال لي: "أنا معايا بكالوريوس تجارة وشغّال في شركة، دخلت بواسطة وشغّال بشركة براتب كويس، بس طبعًا الشغل مش عيب وأنا ليّا إخوات كتير وأبويا بيشتغل بواب هنا على العمارة بتاعتكم وأنا باساعده لمّا لقيته تعبان، فالشغل يا آنسة مش عيب." قُلت له: "تمام، ربنا يعينك." وأخدت منه الطلبات ودخلتها لوالدتي، بس في الوقت ده جذبني جدًا، يعني أنا لفت نظري جماله وشخصيته، وما توقعتش إن ممكن يكون ده الشاب الوسيم الحلو ده يكون ابن بواب. المهم دخلت لماما الطلبات وأنا عمّالة أفكّر إيه الشاب ده، إيه الشاب الوسيم ده، أنا عمري ما شُفت الجمال ده. الإنسان ده مش لايق عليه أبدًا إن يكون ابن بواب، ده باين عليه إن هو شخصية ابن ناس أوي. المهم قُلت يا بت ما تفكّريش خليكِ في شغلِك، هو أنتِ هتبُصّي لابن البواب؟ وكبّرت دماغي، لغاية ما تاني يوم لقيت والدتي بترن على ابن البواب وبتقول له: "أنا عايزة حاجات من السوبر ماركت." راح فعلًا لقيته بيرن الجرس وجايبها، بصّيت لقيته هو نفس الشخص، جذبني أكتر. إيه خير؟ قال لي: "والدتِك طلبت حاجات وأنا جبتها لها، والرقم بتاعي خديه معاكِ يا آنسة لو احتجتِ حاجة أنا تحت أمرِك، على ما بابا يستلم الشغل خدي برضه رقمي معاكِ لو احتجتِ حاجة من السوبر ماركت أو أي حاجات من برّه، يبقى اتصل عليَّ مباشر وأنا أجيب لِك اللي أنتِ عايزه." قُلت له: "تمام." فأخدت فعلًا منه الرقم وسجّلته عندي، وجيت أبُص لقيت نفسي عمّالة أفكّر فيه، كان شيء بالنسبة لي غريب جدًا. المهم لمّا لقيت نفسي بافكّر فيه كده ونفسي أشوفه، كان فترة ما كانش بييجي وكانت والدتي يعني كنت باقول لها: "يا ماما أنتِ مش محتاجة حاجة من البواب يجيبها لنا، مش محتاجة حاجة من تحت من السوبر ماركت؟" تقول لي: "لأ خلاص أنا جايبة إيه، طلباتي كلّها مكفية مش عايزة، أنا عايزة أي سبب إن أنا يعني أكلمه أو أشوفه أو كده." لقيت نفسي بارن عليه من تليفوني. المهم اتصلت عليه قُلت له: "ألو، أيوه." قال لي: أيوه يا أنسة محتاجة حاجة؟" قُلت له: "آه، محتاجة. تعرف تجيب لي بس من السوبر ماركت شوكولاتات كده معيّنة." وكتبت له بعض حاجات كده يجيبها لي. فهو حَس من نبرة صوتي إن أنا باتلكك أو إن أنا يعني باكلمه إن أنا مش عايزة حاجة، لإن كان كلامي فيه تردد كده وكان فيه ما فيهوش ثقة كده، كان حَس إن أنا باتكلم وأنا هايبة كده ومتخوّفة كده أو مترددة، الكلام مش راضي يتجمّع معايا. فحس إن أنا عاملاها سبب. المهم قال لي: "خلاص يا أنسة إيه، هاروح أجيب لِك الحاجات من السوبر ماركت وهاجيبها لِك وهاجي." قُلت تمام، رُحت لقيت نفسي بالبس وباتشيك كده باحط نيكاب وعمّالة أتزوّق كده يعني إيه، عايزاه يشوفني في أجمل وجه، أنا أصلًا جميلة جدًا. المهم فتحت الباب، لمّا ضرب الجرس لقيته قدّامي، ما بقيتش عارفة أقول له إيه، قُلت له: "أنت جِبت الحاجة؟" قال لي: "آه." قُلت له: "والله أنا شكرًا أوي إن أنت جِبتها، ده أنت ما اتأخرتش." قال لي: "ولو عوزت أي حاجة يا أنسة بس اتصل عليَّ وأنا أجيبها لِك، أنا تحت خدمتِك." قُلت له: "آه تمام، تمام، ماشي." فبقيت أتكلم وأنا مترددة ووشي يحمر كده. بصراحة أعجبت بيه، خدت منه الحاجة
وقعدت افكر، حتى ما كلتهاش ولا بصيت فيها، انا كان هدفي كله ان انا اشوفه. قعدت افكر طب انا عايزه اكلمه ازاي. لقيت نفسي تاني يوم نازله العماره بحاول ان انا الفت نظره ليا. ناديت عليه، كانش موجود على البوابه. ناديت عليه قلت له ايوه يا احمد يا احمد. قال لي ايوه انسه. قلت له انت مش قاعد بره ليه؟ قال لي لا انا جوه بس هم طبعا عاطشين البواب ساكن تحت السلم كده. قال لا ده انا بس جوه بعمل حاجه كوبايه شاي وكلام من ده، عايز حاجه يا انسه؟ قلت له اه انا عايزك بس تبقى تجيب لي حاجات من السوبر ماركت، انا رايحه الصيدليه دلوقتي وتحاول تعدي عليا الصيدليه بتاعتي مش بعيده من هنا. قال لي تمام. المهم جاب لي حاجات الصيدليه وانا عماله ابص له باعجاب جدا. ايه القمر ده؟ انا ما شفتش جمال كده بصراحه، لبسه شيك قوي، اللي يشوفه ما يقولش ده ابن بواب. حسيت ان ده انسان غريب او كده. المهم حصل بينه وبينه لفتة اعجاب، انا لفت نظره فلقيته بيبتسم لي كده بيقول لي لو عايزت حاجه تسأل عليا وانا اجيبها لك، ما تتردديش، ولو احتجت اي حاجه او اي مساعده كلميني، واتمنى ان انت تكرري المكالمه دي تاني. فقلت له كلمه ايه؟ قال لي لا مفيش، بس انت لو احتاج حاجه تكلميني، انا بصي قاعد في اي وقت فاضي، لو عايزة تكلميني في أي حاجة أو عايزة أنا أساعدك في أي شيء أو أي حاجة في الصيدلية. أنا واخد فترة أجازة من الشركة على ما بابا يقوم بالسلامة عشان شغله ما تفصلش منه. قلت له خلاص تمام. لقيت نفسي بالليل برن عليه بقول له أنت عامل إيه؟ والدك عامل إيه دلوقتي؟ قال لي الحمد لله في تحسن، وهيبدأ بكرة يجي السلام الشغل. في الوقت ده أنا زعلت جدا. ياه يعني أنت هتسيب العمارة ما عادش يشوفك تاني؟ طبعا هيرجع شغله في الشركة ووالده هيبدأ يستلم الشغل بداله. طب انا هشوفه ازاي؟ وبدأت ان انا ابقى هايبة كده ومزعلانة ومكتئبة. المهم قلت له أنا مش هشوفك تاني. اللي بتقولي ايه؟ قلت له لا ما فيش اي حاجة. طب كويس، انا باباك كويس وهيرجع ان شاء الله يمسك شغل والحمد لله على سلامته. إيه هو حس ان انا كلامي كلمة ان انا هشوفك تاني حس ان انا معجبة بيه. فالمهم قفلت معاه قلت له طب مع السلامة مع السلامة، قمت قافلة معاه. فوجئت لقيته هو اللي بيرن عليا بيقول لي انت عاملة ايه؟ قلت له تمام. إيه انت خير في حاجة؟ قال لي والله لقيت نفسي وحشنا صوتك قلت اسمعه. ساعتها الكلمة ديت عجبتني جدا وفي نفس الوقت قلت له بتقول ايه؟ قال لي وحشني صوتك، حبيت ان انا اسمعك واكلمك، انا بقالي كام يوم ما شفتكيش وبصراحة إيه وحشتيني. قلت له انت بتقول الكلام ده ازاي؟ قال لي انا معجب بيكي بصراحة وقلبي يعني مجذوب لك كده وحاسس من ناحيتك بحب. إيه انت مش بتبادلين نفس الشعور؟ قلت له هو مش عارفة انت بتقول الكلام ده ازاي وازاي انت تتجرأ عليك وتكلمني بالطريقة دي. قال لي مش بقصد، بس انت يعني انت مش ما عندكش ميول ليا زي ما انا عندي ميول لك، اكيد انت ايه معجبة بيا. قلت له طب انا هقفل دلوقتي. ولقيت نفسي مستقوي ان هو اللي اعترف لي. المهم تاني يوم لقيت انا برن عليه بقول له انت عامل ايه وعامل ايه في شغلك؟ قال لي تمام. قلت له مش هنشوفك؟ قال لي هي محتاجه حاجه اعملها لك، محتاجه حاجه اجيبها لك؟ قلت له يبقى عدى عليا في الصيدليه كده. المهم جه الصيدليه قلت له معلش أنا ممكن اطلب منك حاجه ليه؟ قلت له محتاجه حاجات بس ايه من السوبر ماركت ممكن تجيبها لي، انا عايزه اخترع اي سبب عشان اشوفه. قال لي تمام. جاب لي فعلا حاجات ولقيتني بكلمه كده وبقول له اما تروح البيت ولقيت نفسك فاضي بكلمني على التليفون. المهم بدأنا نتكلم مع بعض والكلام جت كلام وبدأ يعترف له بحبه وأنا اعترفت له بحبي، لغاية ما بدأنا إن احنا نتقابل مع بعض. بدأنا نتقابل في أماكن عامة لغاية ما وصل بينا إن احنا نتقابل في أماكن خاصة. وحصل اللي مكنتش أتوقعه، حصل حاجة مش هتعجب أي حد. المهم في الوقت اللي حصل الغلط ده هو طبعا كان ذكي جدا وعارف إن ممكن بابا ما يوافقش بيه، فحاول إن هو يستجلبني لغاية ما يكسر عيني عشان يجبر أهلي إن هم يوافقوا. ده اللي أنا حسيته. المهم لما حصلت بيني وبينه علاقة انا قلت له دلوقتي لازم تتجوزني وكده. قال لي خلاص اتقدم لك. قلت له لا اجيبها لاهلي ازاي؟ اهلي ممكن ما يوافقوش بالنسبه للاحوال الاجتماعيه بتاعت اهلي. طب سيبني ان انا احاول اقنع اهلي كده وانا هكلمك. ففعلا وانا قاعده في جو عائلي كده جميل قمت انا بقول لبابا يعني يا بابا لو حد مثلا اتقدم لبنت تكون مبسوطه كده بس هو ظروفه الاجتماعيه مش قوي بس هو متعلم وجامعي وشيك قوي وطيب قوي ومحترم، وشغال في شركة محترمة، بس مشكلته ان هو ابن ناس على قدهم او ظروفه الاجتماعية مش قوي، يعني ابوه شغال بواب ابوه شغال سواق حاجة زي كده، ممكن الاب يوافق. قال لي بصي اقول لك على حاجة. قلت له ايوه يا بابا. قال لي اهم حاجة الاحوال الاجتماعية، اهم حاجة يعني قبل اي شيء الاحوال الاجتماعية المادية
الشخصيه اللي انت هتتجوزها وتعيش معاها. ازاي الواحده تقبل تاخد انسان اي كلام، او انسان مش من عيله كويسه، او انسان مش واجهه لا كويسه، وتتعامل بيه قدام الناس؟ لا طبعا. مادام هو مش من المستوى الاجتماعي بتاعها، بلاش ان هي تاخد الخطوه دي معاه وترفضها على طول. عشان برضو ما تبقاش قدام الناس باينه ان هي عندها نقص في حياتها وفي اختيارها. ازاي هتقدمه للناس والمجتمع اللي هي عايشه فيه؟ كل انسان بيتجوز اللي شبهه. ولقيت بابا رافض الموضوع، وماما قامت عملت عليه، قامت قايله ايه؟ لا هي ترفض، زي ان هي تبقى بنت ناس كويسين وتتجوز واحد ابن سواق او بواب؟ ايه القرف ده؟ لا 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 لا، لازم اهم حاجه الاحوال الاجتماعيه والماديه والشكل، المظهر الجمالي قدام الناس. ولا صاحبتك رفضي على طول. فالموضوع بدا يقلقني. المهم قلت له انا مش عارفه اعمل ايه، اهلي شكلهم مش مقتنعين بالموضوع، وانا عرضت عليهم الفكره ولقيتهم رافضين تماما. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني انت ايه الحل اللي عندك؟ قال لي بصي انا متمسك بيك وعايز اتجوزك، وانا كده كده هتقدم لك. المهم فعلا جيت قدم لي. اول ما جيت قدمنا وبابا شافه، لقيته بيبص له باستغراب. بقول له خير، انت جاي في حاجه؟ انا عايزك في موضوع مهم. قعد يتكلم مع بابا وقايل له انا عايز اطلب القرب منك في الانسه بنتك. قال له انت معاك ايه؟ قال له معايا بكالوريوس تجاره وشغال في شركه كويسه وبراتب كويس والحمد لله ميسور الحال يعني، دخلي ممكن يعيشني. قال لي انت تعرف انت ابوك شغال ايه؟ قال له اه عارف. قال له انت تعرف ان ابوك شغال البواب بتاعنا؟ انت تقبل ان انا اتجوز بنت راجل يعني ما شاء الله مستثمر وعنده شركة مقاولات، وبنتي دكتورة صيدلانية، وبنتي عز، وبنتي حسب ونسب، تقبلها ان هي تناسب واحد اقل منها من المستوى الاجتماعي، وتبقى ماشية قدام الناس وحاطة وشها في الارض ومحروجة من اللي هتتجوزه؟ موضوعك مرفوض يا ابني، اشوف وشك بخير، خد الباب في ايدك ومشي. فبابا رفضه. لما بابا رفضه قلت له خلاص انا ما عنديش حل يا احمد ان احنا نهرب ونتجوز. وافق بالفكرة على طول وقال لي تمام تعالي انا موافقك، وتعالي نروح نكتب كتابنا ونتجوز. رحنا فعلا عند مأذون، وخدنا 2 شهور واتجوزنا. وبعدين خد سكن يعتبر أوضة وحمام ومطبخ كده وصالة صغيرة، شقة معلهاش القيمة. بس أنا كنت مجبرة لأن أنا فعلا غلطت معاه، فلازم إن أنا أصلح غلطتي. المهم لما اتجوزته من هنا لقيته بيعاملني بمعاملة قاسية جدا، بيعاملني بإهانة. القناع اللي كان حاطه بالكلام الحلو والكلام الناعم اتشال، لقيته بادئ بقى يشتم ويضرب ويسب ويلعن ويهزق ويقول يا رخيصة. ايه هي احمد ربنا انا اتجوزتك، ده انت لولا ما انا طلعت ابن اصول وانت غلطت معايا ودلت على غلطك كان زمان محدش راضي يبص لك. بدأ يعاملني باستهانة. المهم طبعا انا عشان اتجوزته من ورا اهلي، طبعا ما رحتش الصيدلية، كنت شغالة في نقابة الصيادلة برضه، قعدت خايفة ان انا اروح في اي مكان اهلي يلاقوني يذبحوني. وفعلا لقيت والدي عامل اعلان في الجرايد ان انا متغيبه، وان هو ان انا مخطوفه او كده. وانا طبعا قطعت علاقتي بوالدي خالص، بقيت خايفه ان انا اكلمهم او ان انا اطمنهم عليا للي هيود يعمل فيا حاجه. المهم طبعا والد احمد طبعا كان شغال بواب، لما عرف ان انا اتجوزت ابنه من ورا اهلي خد بعضه ورجع البلد هو ومراته. المهم انا عشت معاه عيشة ذل. فجأة لقيت الإنسان النادل إن أنا اتجوزته وضحيت بنفسي وكرامته وبشرفي عشان وبأهلي عشانه، لقيته بيقول لي أنا ما عدتش قادر أدفع الإيجار، والدخل بتاعي ما يغطيش إيجار وأكل وشرب ومصاريف وكهرباء ومية والكلام ده. إحنا لازم نرجع البلد، أنت ترجعي البلد تعيشي مع أهلي، وأنا هشتغل في الشركة وكل فترة هنزل لك أجازة. قلت له إزاي إن أنا أرجع البلد؟ انا ما اعرفش اعيش في بلد الارياف، انا ما اتعودش على كده، انا عايشه طول عمري في القاهره. ازاي انت توديني البلد؟ قال لي اما انا اجيب لك مين؟ احمدي نفسك، احمدي ربنا يا رخيصه ان انا مش ممكن على الوقت اهوت اطلقك وارميكي في الزباله واجبرك ترجعي لاهلك يقتلوكي. لا تعيشي معايا في البلد وتعيشي على مستواي الاجتماعي وعلى قد ظروفي، يا اما اطلقك واروح لاهلك يقتلوكي، ولا اعملي اللي في نفسك ان انت عايز تعمليه. المهم قلت له بس انا مش عايزه ارجع البلد، ضربني وبهدلني، والمهم جبرني ان انا اخد هدومي واروح ارجع البلد. وعنا عملوه بقى اهله فيا، بقوا يعاملوني باقذر المعامله. بقيت امه تعايرني تقول لي تعالي يا رخيصه احمد ربنا ان ابني اتجوزك، كفايه ان انت وش فقر علينا، قطعت رزقنا وجبت لي على ملا وشنا من القاهره للبلد، وقطعت رزقنا واحنا عندنا مسؤوليات. وتقول لي قومي خدمينا وقومي اطبخي وقومي اعملي وقومي كنسي وقومي نضفي، لغايه ما كسروا عيني وذلوني وبهدلوني. لا تقول لها انت بتعاملني كده ليه؟ تقول انت مالكيش الا المعامله دي، واحده رخصت بنفسها ومشت في الغلط، عايزين اعاملك ازاي؟ ده لولا ما ابن راجل وابن ناس كان زمان امك
التهلكة كده وخلى أهلك يقتلوكي. احمد ربنا إن ابني صلح غلط واحدة زيك، وهي عالم قبل منه كانت بتغلط مع مين. ما أنا إيش ضمني إن أنتي يعني محافظة على نفسك ويمكن نفسك مع ابني، بس أنا جايز أنت من قبل كده كنت كده. ولقيتها بتقولي أسوأ كلام وأوسخ كلام وأقذر كلام. المهم بقيت أعيط كل يوم ومبهدلني آخر بهدلة. اللي يشوفني في الصور قبل ما أنا أتجوز الشخص ده ما يشوفنيش دلوقتي. كبروني 100 سنة رغم إن جوازي معاه ما طولش أكتر من 10 شهور. المهم لقيت نفسي خلاص متحطمة نفسيا ومنحصين بيا ومبهدلني وعايشة خدامة باللقمة، ويا ريت اللقمة عادلة، ومش لاقية مصاريف ومش لاقية أكل ولا شرب نضيف، وعايشة خدامة لهم ومبهدلين آخر بهدلة. غير كمان لما حماتي جوزي بيجي اليومين الأجازة ولا الأسبوع الأجازة اللي هو باخدهم كل شهر تشحنوا عليا ويقعد يضرب فيا وتقولوا مراتك ما بتعملش شغل، مراتك ما بتعملش حاجة، مراتك معتمدة أنا اللي أخدمها، وبقى يجي يضرب فيا عشان يخدمه. لقيت نفسي بتصل على والدتي بقول لها يا ماما أنا ندمانة على اللي أنا عملته وعايزة أرجع. لقيتها بتقولي أنا اللي كان ليا بنت وماتت. فوقت بالكلمة، ازاي يا ماما بتقولي كده؟ مش انت اللي رخصت بينا ورحت اتجوزت ابن بواب وكسرت عنا؟ تعرفي ان انت لما هربتي ابوك جاله جلطة ومات بعد 3 شهور من هروبك؟ قلت لها ازاي بابا يجرى له كده؟ قلت لها قالت لي ما انتش حاسه باللي انت عملتيه. كفايه ان قرايبك كلهم حذروني، كفايه ان اهلي بيقولوا لي انت ما عرفتيش تربي بنتك، كفايه بيقولوا لي ان انت مش ام قدوه، بنتك كسرت عينك. اصحابي كلهم بعدوا عني، كل زميلاتي في الشغل عملوا لي بلوك. انت عارفه انت عملت فينا ايه؟ انت دمرتيني انا وابوكي وموتيه كمدا، ودمرت اخواتك ووقفت حالنا وخليت الناس كلها تبص لنا نظره احتقار ان انا ما عرفتش اربي. انا بنتي خلاص ماتت، بنتي خلاص انتهت، بنتي مش عايزه اعرفها. الناس كلها عرفت ان انت متي وانا خلاص خدت العزا فيكي، ما عرفتيش تيجي تفكري في يوم من الايام ان انت تيجي عندي او ترن عليا. وقامت رايحه عامله لي بلوك، وقامت معيره الشريحه تاني لما انا حاولت ارن عليها من رقم تاني لقيتها بتدي مغلق او غير متاح. فامي دلوقتي كمان انا خسرت اهلي وخسرت قرايبي وخسرت ابويا اللي كان عايش عشان يرضيني وكان محقق لي كل احلامي ان هو يموت بصدمه نفسيه او بجلطه من اللي انا عملته. فدلوقتي انا بفكر اتطلق، بس هتطلق واروح فين؟ انا ممكن ارجع شغل النقابه لان انا لسه برضه موظفه، ممكن ارجع تاني لحياتي، بس ازاي ان انا اطلب الطلاق من شخص زي ده؟ وازاي ارجع لاهلي؟ انا كده خسرت اهلي وخسرت نفسي وخسرت الدنيا كلها. فاكتبوا لي في التعليقات اعمل ايه؟ ايه الصح ان انا اعمله؟ اتطلق وارجع شغلي وابدا ابني حياتي من جديد، ولا اعمل ايه؟ انا بقيت محتاره اكمل مع الشخص الندل ده ولا اتطلق وانجد نفسي واعيش لوحدي وابني مستقبلي بايدي وارجع شغلي واحاول ان انا حتى لو اشتغل شغل اضافي في اي صيدليه، لان صيدليه طبعا بابا لما انا هربت قفلها خالص. ولا اعمل ايه؟ انا بقيت محتاره. عشان خاطر اكتبوا لي في التعليقات اعمل ايه، ويا ريت تساعدوني وتقولوا لي حل عشان اخد قرار. وادعوا لي ان امي ربنا يهديها وترضى عني واخواتي يرضوا عني والامور ترجع زي الاول. وانا والله ندمانه وبقول لاي بنت الحب مرايته عاميه، ما تعملوش زيي وتستعجلوا وتبقوا على نفسكم، لان انا شفت ايام مش كويسه. بعد ما انا هربت واتجوزت البني ادم ده زنني بمعنى زنني وكسر عيني في خلال 8 شهور دول، وراني ايام اسود